فكرة إنك ترش الشارع بالمية أو توصل مية لحد من غير تصريح كانت بتعدي زمان، لكن دلوقتي ممكن تكون سبب في حبسك. طب ليه؟ لأن قانون المية حط 10 عقوبات صارمة لأي تعدي على المية، هدرها أو العبث بالبنية التحتية، وده جزء من مجهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مية. من أبرز العقوبات حبس 6 شهور زائد غرامة 20,000 جنيه لرش المية في الشارع، حبس سنتين زائد غرامة 100,000 جنيه لتوصيل المية بدون تصريح، غرامة 100,000 جنيه لإتلاف أي مرافق مائية، غرامة 50,000 جنيه لأي اعتراض أو تعطيل لمشروعات المية، حبس 6 شهور زائد غرامة 3000 جنيه عن كل يوم تعطيل لأي جهة تؤخر إنشاء مرفق مائي، حبس زائد غرامة تصاعدية لأي موظف يوصل المية بدون مستند رسمي، غرامة من 5000 ل 20,000 جنيه على مقدمين الخدمة المخالفين لشروط الترخيص، عقوبة مشددة لأي شخص ينشر معلومة مغلوطة عن مرفق مائي، غرامة لا تقل عن 50,000 ولا تزيد عن 500,000 لكل من يروج شائعات تضر المرافق. القانون الجديد بيعتبر إن المية حق عام، والتعدي عليها مش مخالفة، لا دي جريمة تتطلب المحاسبة. أي تصرف بسيط أنت شايفه عادي ممكن يكون مخالفة كبيرة بالنسبة للقانون الجديد، فخلي بالك، لأن الجهل بالقانون عمره ما كان حماية.